طبعا الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. فوز النادي الاهلي بكاس مصر المره 38 في تاريخه. ولازم في بدايه الفيديو كالعاده نشيد بكولر ونتغنى بكولر، لان كولر بالنسبه لي مدرب كبير جدا، مدرب بتاع المباريات الكبيره، مدرب بتاع المباريات الحاسمه، بيعرف يحضر كويس جدا للمباريات الكبيره ويقرا المنافسين الكبار، وبيقدر ان هو يقسم المباراه بشكل كويس جدا، وبيعرف ياخد كل اللي هو عاوزه من المباريات الكبيره، زي ما كسب الزمالك في السوبر المصري وقدر ياخد منه السوبر المصري بنتيجه 2-0، زي ما كسب الهلال السوداني 3-0 وقدر يخطف منه بطاقه التاهل للادوار الاقصائيه. النهارده قدر يكسب بيراميدز ويعمل رومونتادا على بيراميدز ويخطف منه كاس مصر المره 38 في تاريخ النادي الاهلي. وباين جدا من بدايه المباراه ان كولر قاري بيراميدز بشكل كويس جدا ومحفظ اللعيبه بيراميدز بشكل كويس جدا ومحضر المباراه بشكل كويس ومقسم المباراه على فترات زي ما بيعمل في كل المباريات الكبيره. وعنوان المباراه النهارده بالنسبه لكولر: انا مش عاوز اجازف، انا مش عاوز اندفع هجوميا، خصوصا ان انا ما عندي مشكله كبيره في الدكه، لان ما عنديش اوراق هجوميه كبيره على الدكه وخصوصا عن طريق الاطراف، وبالتالي انا مش عاوز اندفع هجوميا، انا عاوز اقلل اخطائي، انا عاوز ان انا اخطف هدف يريحني طوال المباراه وابدا ادير المباراه بقى زي ما انا عاوز. فطبعا بدايه الشوط الاولاني هتلاقي ان هو في تحفظ كبير جدا من النادي الاهلي، بيلعب ب 4-3-3. هتلاقي ان طبعا مفيش زياده هجوميه للاطراف زي علي معلول ولا محمد هاني. حتى محمد هاني لما كان بيزيد اول هجمه تبقى من عند محمد هاني لازما مروان عطيه يبقى مغطيه في ظهره. وطبعا علي معلول تقريبا في اول 30 دقيقه ملوش اي ادوار هجوميه، مفيش اي تكمله من نص ملعب النادي الاهلي، لا حمدي فتحي ولا عمرو السوليه. في تحفظ كبير جدا من كولر للاعيبه النادي الاهلي اول نص ساعه. بعد النادي الاهلي وكولر يتخلى بقى عن التحفظ الدفاعي، بدانا نشوف الاطراف بتزيد علي معلول ومحمد هاني، بدانا نشوف تكمله هجوميه من عمرو السوليه، بدانا نشوف هجمات خطر للنادي الاهلي. اول كره طبعا كره عرضيه من حسين الشحات لكهربا، الكره الثانيه طبعا حسين الشحات لعلي معلول لكهربا، وكهربا بيضيع الفرصه الثانيه على النادي الاهلي. بعد كده بنشوف محمد هاني بيزيد وبيكمل وبيعمل عرضيه في ال18. فالنادي الاهلي بعد اول نص ساعه بدا يتخلى بقى عن التحفظ الدفاعي، وبدا لعيبه النادي الاهلي سواء الاطراف ولا في نص الملعب يزيدوا ويكملوا في ال18 بتاع بيراميدز عشان يخطفوا هدف في نهايه الشوط الاول يريح النادي الاهلي بشكل كبير جدا في الشوط الثاني. وباين جدا على بيراميدز طبعا ان هو متحفظ دفاعيا بشكل كبير جدا وبيلعب على اخطاء النادي الاهلي وعاوز يخطف هدف من النادي الاهلي. وباين من اول دقيقه ان بيراميدز مش هيعرف يجيب جون او مش قادر ان هو يوصل لمنطقه ال18 او مرمى النادي الاهلي غير عن طريق الكرات الثابته. فهنشوف طبعا في الشوط الثاني الهدف التخفيله بتاع بيراميدز من محمد الشيبي، لان محمد الشيبي اساسا وضعيته وهو بيشوط الفاول باين جدا ان هو هيلعبها في المرمى. فهو اشتغلنا واشتغل جمهور الاهلي واشتغل كل لاعيبه النادي الاهلي في الملعب وحط الكره عرضيه وغفل تقريبا كل لاعيبه النادي الاهلي، وقدر بيراميدز ان هو يجيب هدف الاول لبيراميدز بالتخفيله اللي عملها لاعيبه بيراميدز ومحمد الشيبي في الكره الثابته في الشوط الثاني في الدقيقه 72. لكن افضل حاجه عملها النادي الاهلي هي رده الفعل في الدقيقه 75، اقل من 3 دقائق قدر النادي الاهلي ان هو يجيب هدف التعادل عن طريق طبعا كهربا والكره الثابته بتاعت حسين الشحات اللي لعبها لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم طلع راكب الكره بشكل كويس جدا، كملها كهربا في المرمى، هدف التعادل للنادي الاهلي، هدف عوده النادي الاهلي ودخول النادي الاهلي في المباراه بقوه ورده فعل سريعه جدا من النادي الاهلي. ودي اهم حاجه في الهدف، توقيت الهدف وهي رده الفعل السريعه، لان طبعا النادي الاهلي لو كان اتاخر اكتر من كده كانت المباراه هتبقى صعبه عليه بشكل كبير جدا واللعيبه هتخش في حاله توتر وحاله استعجال. لكن طبعا النادي الاهلي قدر ان هو بعد دقيقتين بس من الهدف الاول بتاع بيراميدز ان هو يحرز الهدف التعادل، وده طبعا نقطه في منتهى الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. لما نتكلم بقى على الشوط الاول الاضافي نفس الكلام، نفس العنوان بتاع كولر من بدايه المباراه: انا مش عاوز اندفع هجوميا، انا مش عاوز اجازف، خصوصا زي ما قلنا في بدايه الفيديو ان انا ما عنديش اوراق هجوميه كتير على الدكه وما عنديش غير حسين الشحات وبيرسي تاو اللي في الملعب اللي بيلعبوا عن طريق الاطراف، وما عنديش اي لاعب في الدكه ممكن انزله بديل لا لبيرسي تاو ولا حسين الشحات. حتى بيرسي تاو تحس ان هو زهق، ما بيجيلوش كرات كتيره، ما فيش فرص كتيره لبيرسي تاو، ملوش اي وجود في الملعب، كل الكرات بس
عندي حسين الشحات، وحسين الشحات افضل لاعب في النادي الاهلي تقريبا، وحسين الشحات اساسا هو متالق الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، ومتالق من ساعه ما كولر جه ومسك الفرقه، واول ما خد فرصه حسين الشحات تالق مع كولر بشكل كبير جدا، وبقى من افضل لعيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وهو طبعا وكهربا ومروان عطيه. ويجي بقى الهدف الثاني بتاع حمدي فتحي، هدف كده على طريقه مباراه الزمالك الاخيره بين الاهلي والزمالك 3-0، ونفس الادوار الهجوميه بتاعه حمدي فتحي في مباراه الزمالك نفس الادوار الهجوميه اللي خدها حمدي فتحي النهارده قدام بيراميدز في الشوط الاول الاضافي، والتكمله والزياده في ال18، وطبعا اسيست حسين الشحات العالمي اللي تقريبا من نص الملعب، ودقه كبيره جدا من حسين الشحات في التمريره، وطبعا تكمله حمدي فتحي والجراءه بتاعت حمدي فتحي ان هو يسبق احمد الشناوي ويحط راسه ويجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي. الهدف بقى اللي كان بيدور عليه كولر، لان كولر من بدايه المباراه بيحاول ان هو يخطف هدف التقدم عشان يبدا بقى يدير المباراه بشكل جديد، وهو طبعا ان انا احافظ دفاعيا اهم من نص ملعبي بشكل كبير جدا، ما اسيبش اي ثغرات في نص الملعب ولا في ال18، وابدا العب بقى على الكونتر اتاك، وابدا استغل بقى اندفاع بيراميدز الهجومي زي ما حصلت طبعا في مباراه الدور الاول 3-0 للنادي الاهلي. النادي الاهلي لعب بنفس الطريقه، احرز هدف التقدم عن طريق عمرو السوليه، استنى بيراميدز في نص ملعبه وبدا يلعب على الكونتر اتاك، وفي النهايه النادي الاهلي قدر ان هو يكسب 3-0 في الدور الاولاني. نفس الكلام عمله كولر بعد هدف التقدم بتاع حمدي فتحي، بدا يستنى بيراميدز في نص ملعبه، بدا يامن نص ملعبه بشكل كبير جدا، بدا بقى يستغل الاندفاع الهجومي بتاع بيراميدز وبدا يلعب على الكونتر اتاك. وفي الشوط الثاني الاضافي بقى بدا يغير اللعيبه اللي اجهدت بشكل كبير جدا واللي كانت لازما تتغير من بدري، ولكن عشان كولر ما عندهوش خيارات بديله على الدكه تنفع ان هي تلعب في المكان دوت مكان بيرسي تاو او حسين الشحات، بدا بقى ينزل الو ديانج مكان بيرسي تاو، وبدا ينزل محمد شريف مكان كهربا، ويبدا بقى يخلي لعيبه النادي الاهلي تاخد نفس جديد عن طريق لعيبه لسه عندها روح وعندها نفس زي الو ديانج في نص الملعب وزي محمد شريف في الخط الامامي. ويجي بقى انقاذ حسين الشحات من على خط المرمى، والتصرف الذكي جدا ورده الفعل الكبيره جدا من حسين الشحات ان هو نام على الارض وحط صدره على الكوره وانقذ هدف مؤكد لبيراميدز، في هدف قاتل لبيراميدز في الشوط الاضافي الثاني، والكوره دي بهدف ثالث للنادي الاهلي، مش انقاذ ده هدف ثالث للنادي الاهلي بيقتل طبعا المباراه على بيراميدز تماما. فطبعا حسين الشحات متالق بشكل كبير جدا، حسين الشحات فايق، حسين الشحات من اول المباراه باين ان هو بيطلب الكوره، واللاعب الكبير لما بيطلب الكوره يبقى فايق من اول دقيقه، عاوز الكوره تجيله على طول لان هو حاسس ان هو فايق ومركز وداخل في المباراه من اول دقيقه. فحسين الشحات واحد من افضل لعيبه النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي الفتره الاخيره، ومتالق بشكل كبير جدا مع كولر الفتره الاخيره، ومن افضل لعيبه النادي الاهلي هو مروان عطيه، هو وكهربا. مروان عطيه بسم الله ما شاء الله عليه مباراه بعد مباراه بيثبت ان هو لعيب كبير جدا، لعيب بشخصيه الاهلي، لعيب نادر جدا تلاقيه في الدوري المصري حاليا يلعب ويشيل فلنا بحجم النادي الاهلي، لانه لعيب كوره كبير جدا، عنده كوره، لعيب في الالتحامات في الاشتراكات، مجهوده كبير جدا في نص الملعب الدفاعي، لعيب كوره بيقدر ينقل لك الكوره بشكل كويس جدا في نص ملعبك الهجومي. فبسم الله ما شاء الله على مروان عطيه هو وكهربا وحسين الشحات النهارده قدام بيراميدز، والف مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق جدا للنادي الاهلي، وطبعا مباراه كبيره جدا لكولر النهارده قدام بيراميدز، بيثبت ان هو مدرب كبير ومدرب بتاع المباريات الكبيره والمباريات الحاسمه. اتمنى يا رب كل التوفيق لكولر، واتمنى يكمل مسيرته مع النادي الاهلي، وان شاء الله من افضل لافضل، وان شاء الله من بطوله لبطوله مع كولر مع النادي الاهلي باذن الله تعالى. اتمنى يا رب يكون كلامي في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.